فانت النهارده لما كل حيلتك تاخد 2.5 بتبقى نفسك تاخد ارض، وهتيجي بعد 3 4 سنين الارض غاليه. مظبوط. فانا بامن لك بقى المساحه بتاعتي اللي المساحة انا دي. همتلكها بعد 4 سنين، خلينا نقول. بامنها لك. يعني باشمهندس محمد، ممكن سؤال؟ اهلا بيك. اهلا بيك، ازيك يا باشمهندس؟ اتفضل عامل اسال. ايه؟ كنت انت تسال يعني مين اللي قول. انا كنت عايز اخد 5 فدان مجدول. طب ما تاخد. معيش ثمنهم. معاك كام؟ يعني ممكن معايا نصهم. طب ما انت ممكن تدفع نصهم تاخد الخمسه. ازاي؟ ما احنا عندنا النهارده مشروع جديد، صفقه العمر. صفقه العمر؟ ايه تاخد صفقه 5 العمر؟ فدان بسعر 2.5. ازاي ده عملتوها ازاي؟ تاخد 2.5 فدان مزروعين و2.5 فدان فاضيين. مش فاضي، ده مرفه، يعني بير وطاقه وشبكات وبنيه تحتيه وبالكامل. ناقصهم ايه؟ ناقصهم النخل. لما النخل بتاع ال2.5 الاولانيين يطلع فسايل، ننقلهم في ال2.5 الفاضيين. هتنقلهم لي في الاثنين ونص الفاضيين. يبقى انا كده بقى عندي 5 فدان مجدول. 5 فدان مجدول، وانت كل حيلتك عايز تاخد 2.5. وانا كل اللي معايا 2 ونص فدان. سؤال بقى، ليه كل الناس بتيجي عايزه مساحه كبيره وهي امكانياتها على قد المساحه الصغيره؟ عشان احنا شعب بيحب الارض بالفطره، دي غريزه جوانا كمصريين. ودايما بنحب المساحات الكبيره، تطلعات. دايما هتلاقي الواحد اللي معاه مثلا ثمن عربيه فيرنا عايز عربيه محدش بيحب يمشي على قده يا ابراهيم. محدش بيمشي على قده دايما. انت. حتى انا عندي تطلعات. فدايما احنا شعب عنده تطلعات، وشعب بنحب المساحات. مشروع الجديد زي ما انا قلت لك في ميزه، ان انت النهارده بتاخد ده انت بتامن الاكستنشن بتاعك. ليه بقى؟ لان انت بعد 3 سنين النخل ده هيجيب لك عائد كبير. اغلب الناس بتحب تاخد العائد تعمل ايه؟ تجيب بيه اصول، تزرعه. دي حقيقة. لا، وتحطه في الارض. يعني احنا النهارده متعاقدين على مزرعه كبيره عشان ناخد الفسائل بتاعتها. صح. الراجل عنده حوالي 100 فدان، احنا ناخد فسائل 50 ويقول لك ال 50 الثانيه انا هزرعهم في ارضي. ليه بقى؟ لان نخله الفسيله ب 3600 جنيه وبتطلع عائد ضخم جدا. فاغلب حتى بعض الاجهزه، الدوله النهارده عندها مشروع في توشكا في الاف الافدنه مجدول، ما نزلش الفسائل في السوق. ليه بقى؟ لان ده ثروه، هو هياخد يزود بيه المساحه عنده، هيقدر يضاعف المساحه في خلال نفس كلام 3 سنين. المستثمر لما بيجي بيبقى حلمه دايما النهارده شايف ال5 فدان غاليين عليه، وشايف ان لما ياخد 2.5 فدان يا ابراهيم بعد 3 سنين هيجيبوا عائد كبير. العائد ده هيزرع مساحه اكبر. يعني الفدان اللي فيه 55 نخله يطلع 110 فسيله بعد 4 سنين. ال 110 فسيله دول يزرعوا قد ايه؟ يزرعوا فدانين. فانت النهارده اللي واخد 2.5 فدان في السنه الرابعه عنده فسائل تزرع قد ايه؟ فدانين من لا 5 فدان. اللي واخد 5 فدان، اللي واخد 2.5 فدان يقدر يزرع 5 فدان. السنه الرابعه هيطلعوا 275 فسيله اللي هم زراعه 5 فدان. 5 فدان. يعني انت هنا